في كتاب ريتش داد بور داد الكاتب قال جملة مش بتتفهم غير لما الفلوس تبتدي تشتغل مكانك. قال الأغنياء بيشتغلوش عشان الفلوس، الأغنياء بيخلوا الفلوس تشتغل علشانهم، وساعتها بس هتعرف يعني إيه إن شقة واحدة ممكن تفتح لك باب دخل شهري ثابت وإنت مشغول في حياتك. في توجذر احنا مش بنبيع لك شقة فندقية وخلاص، احنا بندي لك income generating property، وحدة فندقية شغالة لحسابك على مدار السنة، بتتأجر عن طريق بيرد نست بإدارة فندقية كاملة، يعني فلوس بتنزل في حسابك من غير ما ترد على تليفون واحد. ممكن تقول طب ما في مشاريع تانية بتقدم وحدات فندقية برضه، صح، بس توجذر مختلف في 3 حاجات أساسيين. أول حاجة موقعه، هو في قلب القاهرة الجديدة جنوب الأكاديمية، سور في سور مع CFC، وسط منطقة مليانة شركات عالمية وسفارات. المانجمنت الأجانب في الشركات دي محتاجين سكن راقي قريب من شغلهم وبمستوى معين، ومعظمهم بيضطر يسكن في أوتيل بتكاليف عالية. لكن هنا احنا بنقدم البديل المثالي، شقة فندقية مفروشة بجودة عالية وسعر مناسب. وكمان المشروع مش بس سكني، في وحدات فندقية، مكاتب إدارية، محلات تجارية، وعيادات طبية، يعني كل حاجة محتاجها اللي هيسكن هنا موجودة في مكان واحد. وكمان جواه أوتيل هيلتون، ده بيدي قيمة ضخمة للموقع وبيزود نسب الإشغال طول السنة. وأكتر حاجة تديلك ثقة في المشروع ده إنه متنفذ بالتعاون مع شركات كبار جدا زي هيلتون وريجس وأورنج وإيهاف وأوكو بلان وRDJW وبيرد نست وحافظ كونسلتيشن، كل دول متجمعين في مشروع واحد، علشان كده اسمه توجذر. ولو بصيت على بيرد نست هتلاقي الوحدات بتتأجر فعلا ب 8300 في الليلة الواحدة، يعني ممكن تحقق دخل شهري يوصل ل 250,000 جنيه، وده مش في الساحل، ده في التجمع، وبتأجر على مدار السنة مش موسم الصيف بس. و8300 ده في عمارة عادية، تخيل لما تبقى وحدة فندقية جوه كومباوند هتتأجر بسعر عامل ازاي. والأجمل إن الوحدة دي مش بس بتدخل فلوس، ده أصل قيمته بتزيد مع الوقت، يعني بتكسب من الإيجار ومن فرق السعر كمان. توجذر مش مشروع، توجذر هو قرار مالي ذكي بيبدأ بمقدم بسيط وينتهي براحة بال وعائد ثابت. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر سجل معانا دلوقتي.